في البداية كده الكورة آراء. أنت ليك رأي وأنا ليا رأي، صاحبك ليه رأي، أخوك ليه رأي، كلنا أو كل واحد ليه رأي. فاهم؟ فمش شرط وجهة نظرك أو رأيك يبقى هو رأيي، ومش شرط الرأي يبقى هو رأيك. ما فيهاش كده في الدنيا، ما فيش كده في العالم. أنت ليك رأي بتاعك وأنا ليا رأي ده بتاعي. ممكن أنا عبيط مش فاهم حاجة، ممكن أنا كلامي غلط كله، بس ده رأيي أنا حر فيه، أنا شايف كده. فلا انا بشاركك في رايك ولا انت بتشاركني في رايي. احنا كل اللي بنعمله في كوره او في الكوره المصريه بشكل عام، او لما بنيجي نتناقش بين اي اتنين بيتكلموا في كوره، احنا بنقعد نجادل بعض. انت بتحاول تقنعني بوجهه نظرك وانا بحاول اقنعك بوجهه نظرك، وفي الاخر بنقوم محدش بيقتنع بحاجه وبنحاسب على كوبايتين الشاي اللي شربناهم ونتكل على الله بنمشي. فهي الكوره كده. فطبعا امبارح لما عملت الفيديو و بسم الله الرحمن الرحيم الاول، قبل اي فيديو او قبل اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. امبارح بعد الماتش، انا امبارح كنت متعصب جدا جدا. ربنا عالم الواحد كان قاعد عامل ازاي وبيتفرج على الماتش ازاي وكميه التوتر والضغط النفسي اللي كان عليك ساعه المباراه انت كنت عامل ازاي. لدرجة اللي الصبح أنا صحيت، لما رحت الشغل يعني أختي كلمتني قالت لي صوتك وعالي والدنيا والجيران، وأنا قمت مفزوعة بالليل من الهيصة والتوتر والحاجات اللي أنا كنت عاملها والعصبية والصوت العالي اللي كنت عامله من غير ما أخد بالي، يعني حاجة تلقائية يعني. فلما طلعت اتكلمت بعد الفيديو على طول، أنا اتكلمت عن حاجة من وجهة نظري أنا شايف، أنا من وجهة نظري أنا ان الكرة ضرب، مش ضربة جزاء لحسام عبد المجيد مثلا عشان الكرة جت في ايده. انا كنت فاكر الكرة اتحسبت ركلة جزاء عشان كده ان الكرة جت في ايده فاتحسبت ركلة جزاء. واتكلمت ان الزمالك لعب جيم دفاعي وما لعبش جيم هجومي، ما كانش فيه تركيز، وكان سهل ان احنا نكسب. ده كان ملخص الفيديو بتاع امبارح. لما صحيت لقيت ان في كومنتات عندي ان بيقولوا لي لا، الكوره ضربة جزاء لشين حسام عبد المجيد طالع بركبته. ناس صحابي مكلميني او بيكلموني او باعتلي يعني ان لا، الزمالك لعب جيم دفاعي كويس ولعب على التحولات بشكل كويس وكان بينفذ بشكل كويس، بس اللمسه الاخيره ما كانتش موجوده. فقلت اراجع الفيديو اللي انا عامله واسمعه من اول وجديد، هشوف انا قلت مثلا ايه، يعني أنا اتاكد انا قلت ايه. لقيت فعلا ان انا قلت الكلام اللي هم قالوه كاصحابي مثلا، اللي لا انا فعلا انا لعبت جيم دفاعي كويس، كنت واقف صح وكنت خانق اللعب. وانا كنت اخطر بالهجمات المرتده، بس ما كانش عندي تركيز. هي سهله، هي زي اللمسه الاخيره، هي ما عندكش تركيز، ما انا ما عنديش تركيز. انا ما عنديش تركيز في كذا كوره ما كانش عندي فيها تركيز. انا ضايع 5 اجوان، 5 اجوان مش هقول لك 5 فرص، 5 اجوان. يعني ما فيش كده. لما طلعت قلت 3 4 مستريح، انا عارف انا بقول ايه. انا شايف الفرقه اللي قدامي، كلنا لعبنا كوره وكلنا بنبص في الشارع من صغرنا في البارك وفي الشارع كده في الحاره بتحط طوبتين وتلعب. كلنا عملنا كده، فكلنا عارفين الكوره. حتى لو انت مش قوي فيها بس بتتفرج شايف، حتى لو لاعب بيلعب وحش وانت مالكش في الكوره هتشوف ده لعيب مش حلو، لقيته واحد مهاري ويقول ده لعيب حلو. فانا لا، احنا فعلا كنا نكسب امبارح. انا زعلان من امبارح جدا جدا ومتضايق جدا. مضيعين 5 اجوان. كرة شيكو بنزا اللي شمس فيها الحارس وحطها ضعيفة. الجون اللي احنا جبناه، الكرة التانية بتاعت شيكو بنزا اللي عملها بالعرض او سدد، محدش لحد دلوقتي محدش فاهم اساسا هو كان عايز يعمل ايه فيها. اللي عقدها الدباغ ما مدش رجله فيها، ما لحقهاش. فدي جوان، كل دي جوان اللي انا بكلمك فيها دي. الانفراد بتاع عقدها الدباغ في البداية او الكرة بتاعت شيكو بنزا تاني اللي حطها في ايدي الحارس. فلا، 5 اجوان يعني. فانا عارف انا بقول ايه، ان انا اكسب الفرقه دي 3 4 مستريح على ارضها. طيب، نيجي للنقطه الثانيه بتاعت ركله الجزاء اللي كله اتكلم فيها ان لا، الكره اصلا ركله جزاء عشان ركبته. فقلت طب اتفرج على الكره تاني وعشان اتاكد. لقيت فعلا برضو ان الالتحام اللي الناس بتتكلم عليه
هو ما يستدعيش لا تبقى ركله جزاء يا عم. ده وجهه نظري انا يعني، ده وجهه نظري انا. ما تستدعيش برضه، ما تستدعيش لا تبقى ركله جزاء. اولا بالظبط هما كانوا كده. تمام. واحد راجع، واحد جاي لقدام بينط، انا نطيت خلاص اهو، انت راجع. فاهي ركبتي اللي هو الصابع ده، ركبتي اللي هو الصابع ده اهو، انا طالع كده حسام بن جد ركبته، وده جاي كده. الاثنين ده نط الاول يعني، حسام بن جد لما نط الاول الثاني راجع بظهره، فرق ثواني. فطبيعي لما اطلع انط مش هنط تتفرد رجلي يعني، هنط تاني رجلي مثلا. والتدخل مش قوي قوي يعني، التدخل مش اللي هو انا جاي كده واخد سبرنت ونط لا مش كده. الله اعظم لا صدق من الله. هنوقف الفيديو عشان خاطر الاذان، وبعد الاذان نكمل يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا تاني. آه، فكنا بنتكلم ان حتى لما انا رجعت الكرة تاني، شايفها مش رجل كذا، لان احنا شفناها كتير، شفناها في كذا دوري، وشفناها في الدوري المصري عندنا حتى. الالتحام مش قوي قوي يعني، مش عارف انا، ممكن ما اعرفش. بس بدليل كلامي ان في حكام بقى نفسهم طلعوا قالوا ان الكرة ركله جزاء، وحكام تاني طلعوا قالوا ان الكرة مش ركله جزاء. فهي الكرة ممكن انت تقول كده فده رايك، وانا ممكن اقول كده فده رايي، فما فيهاش حاجه يعني. الراي او الاختلاف في الراي مش قضيه يعني، ما فيهوش حاجه يعني. ما اظن مثلا نتكلم في كوره يعني، مش عارف، ما نتكلمش في حاجه جامده قوي يعني، فبنتكلم في كوره في الاخر في اللعب. تاني حاجه هنتكلم في، او النقطه التانيه، في هجوم، مش هقول لك مش مبرر، او هجوم غير مبرر، مش هقول برضه الكلمتين دول، بس مش وقته ده اللي هقوله. هجوم على حسام عبد المجيد. كله عمال يجيب له بقى القديم والجديد، وانت مضيت في الاهلي، وانت مضيت في مش عارف رحت فين، وانت مسافر الكويت، وانت مسافر الخليج ورايح ليبيا، مش عارف كلام كتير كده طالع على حسام. احنا كان عندنا لعيب اسمه محمود علاء، طبعا كلنا عارفينه لان ده مش هيتنسي. كان سوبر، كان مدافع سوبر، كان شايل دفاع مع الونش بطريقه مش طبيعيه، وكان هداف. غلط غلطتين ثلاثه، او غلط برضه، او وقع، او مستواه اتهز، الجمهور ركب عليه، او الجمهور ضغط عليه، او الجمهور هاجمه. ما بقاش محمود علاء، ما بقاش موجود اصلا، انتهى بالحال، محدش عارف هو فين. فحسام لاعب صغير لسه كسن، مش لاعب صغير كشخصية صغيرة يعني، لا هو كسن لسه صغير، فلسه قدامه. ثانيا ان حسام عبد المجيد مقدم موسم كويس جدا 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 الموسم ده. تاني حاجة أو تالت حاجة، هو ما عملش مباراة سيئة خالص. حسام عبد المجيد كان شايل كور كتير جدا هو والونش امبارح، ومحمد إسماعيل. فالغلطات اللي هو بيغلطها ديت ممكن تكون ضغط على اللاعب، إرهاق. ما هو الإرهاق أو البدني لما بيقل تفقد تركيزك طبيعي يعني. لما أنت حتى أنت كده كبني آدم طبيعي، لما بترهق في شغلك أو بتشتغل أو بيبقى عندك ضغط شغل في يوم، بتيجي اخر اليوم بتبقى مش مركز، ممكن تسقط منك حاجه، تقع منك مش عارف ايه. فالهجوم انا شايف مش دلوقتي، احنا لسه قدامنا مباراتين، مباراه في الكونفدراليه في النهائي يوم 16 العوده على ارضنا، ومباراه تانية مع سيراميكا. فلسه كل حاجه لسه في ايدينا، برضو مفيش حاجه ضاعت، لا دوري راح ولا كونفدراليه راحت. 1-0 نفس السيناريو بتاع 2019، نفس الكونفدراليه اللي فاتت بتاع 2004، نفس هو خسران برضو من من نهضة بركان 1-0 في 2019. جيت هنا جبت الجون بتاع محمود علاء ضربة الجزاء. الماتش التاني برضو خسران 2-1، جيت هنا وجبت جون احمد حمدي. ف1-0 مش معضلة. الفكرة كلها بس اللي انت تقدر تستغل الهجمات اللي بتجيلك، تقدر اللي انت تضغط بشكل قوي، تنظم دفاعاتك، لان هم عندهم لاعب اللي هو اسمه احمد الخالدي دوت، لعيب كويس جدا. ممكن امبارح ما بانش بشكل كويس عشان الزمالك كان مقفل، لكن لما يبقى فيه مساحات عندهم برضو كذا لاعب سريع شويه. اتفرجت لهم على كذا ماتش يعني، بس مش اساميهم مش حاضره يعني الصراحه. احمد خالد دوت هو اللي اسمه معلق معايا يعني، لان انا كنت اتفرجت عليه من فتره يعني. فلسه
ماتش مش عايز اقول في المتناول، لان احنا شفنا الزمالك كتير الفترة اللي فاتت لما هو اللي بيمسك الكورة والفرقة اللي قدامه بتدافع ما بيبقاش عنده حلول. بس انا واثق ان شاء الله في ربنا، وواثق في الجمهور، وواثق في اللعيبة، وواثق في الجهاز الفني اللي احنا نقدر اللي احنا نخرج بالنتيجة الإيجابية اللي ترضينا ونحتفل في القاهرة بإذن الله. آخر حاجة هنتكلم فيها احتفالية أو احتفال أو ردود أفعال جمهور الأهلي يعني على امبارح، والفرحة الهستيرية اللي هم كانوا فيها. أولا أنا مش هقول لك ما تحتفلش، أو مش هقول لك ما تضحكش، أو مش هقول لك اتمنى لي إن أنا أكسب، أو مش هقول لك أنت إزاي ده أنا بمثل مصر، أنا بمثل نفسي. أنا كزمالك زمالك المصري بس بمثل نفسي، وانت الاهلي المصري بتمثل نفسك. لما بتاخد بطوله، دخلت رحت كاس العالم للانديه خدت 10 مليون دولار، ما جيتش لمصر وقلت لها خدي، ما عملتش كده. وانا لو كسبت البطوله خدت 4 مليون دولار مش هقول خدي يا مصر، او مش هروح لاي فرقه تاني واقول لها خدي، او مش هروح للاتحاد واقول له خد، او مش هروح للرابطه واقول لها خدي. فانت حقك كاهلاوي طالما التحفيل بتاعك او اللي انت ما غلطتش بلفظ او بحاجه، او ما غلطتش فيا مش كمحمد كجمهور، يبقى خلاص براحتك. انا لما كان الاهلي بيلعب الترجي انا كنت بشجع الترجي ولو دلوقتي الترجي بيلعب سان داونز، هيلعب سان داونز مثلا، انا هشجع سان داونز طبعا. اللي مش عاجب 100% مش عايز الترجي ياخد البطوله 100% كمان. يعني لو انا 100% مش عايز الاهلي كان يكسب الترجي، انا مليار المية مش عايز الترجي ياخد البطوله. طبيعي يعني، طبيعي. انا ده 4 وانا 5، كسب بقى هو 5 وانا 5، فطبيعي مش عايزك توصل لي حتى. فانت طبيعي انا المنافس بتاعي بيلعب في اي مباراه في الدنيا، لو بيلعب مين، لو بيلعب مركز شباب السادس عندنا هشجع مركز شباب السادس يعني مش فاهم طبيعي اشجعه، مش عايز الاهلي يكسب. هو دي المنافسه، هي دي الروح اللي ما بيننا. انا مش عايزك تاخد بطوله ولا انت عايز ناخد بطوله. هي حلاوه البطوله او حلاوه المكسب لما انت تكسب واللي قدامك مش عايزك تكسب، او اللي قدامك يبقى متضايق ان انت كسبت. يعني لما الاهلي ياخد بطوله او لما الاهلي ياخد افريقيا يا عم، انا ببقى متضايق. انا كشخص انا متضايق. فاحتفالاتك انت بقى ممكن تضايقني انا لما اشوفك انت فرحان ومش عارف مبسوط ان فريق خد البطوله، مش مبسوط في حياتك، لا ان ككوره يعني انا ابقى اتضايق بقى ساعتها. العكس نفس الكلام، لو انا خدت بطوله ايا كانت هي ايه، ايا كانت هي ايه البطوله، مش افريقيا بقى ولا كونفدراليه ولا دوري، لا وخدت بص عاملين كاس جديد كده اهوت من الورق وانا خدته، انت برضه هتكون متضايق. سيبك من احنا عندنا 45 دوري، الكلام ده كلام معلش مع احترامي في الكلمه يعني كلام ناس صغيره. اصل انا معايا 45 دوري، اصل معايا 12 دوري ابطال افريقيا، اصل انت بتتضايق كاهلاوي، بتتضايق لما ناخد بطوله وانا كزملكاوي بتضايق لما انت بتاخد بطوله. فحقك تفرح، حقك تبقى فرحان ان انا خسرت امبارح من نفس الفريق اللي خسرك في السوبر. فطبيعي لازم تبقى فرحان، حتى مش عايز اقول لك كمان شجعني فانا كمان مكسبك في السوبر، يعني مش مشكله، يلا ما علينا ما علينا. افرح يا عم واتبسط. كنت فرحت في حاجه السنه دي، فرحت اللي انا خسران، او فرحت اللي انت كسبتني في الدور الثاني 3-0، عادي افرح افرح. يوم عندك ويوم عندي، النهارده انا خسرت، بكره انت هتخسر، بكره انا هكسب، بكره انت هتخسر برضه تاني فربنا يكرم الزمالك اليومين الجايين. مش هنتكلم في اي حاجه، مش هنقول اي حاجه، مش هنوجه اي حاجه للعيبه غير اللي احنا في ظهركم واحنا جنبيكم واحنا معاكم للاخر. كونوا على قد المسؤوليه وخليكم على قد المسؤوليه. الجماهير كلها متعلقه كلنا كزملكاويه. انا في وضع والله العظيم بجد، انا في وضع كزملكاوي ما اتمنوش لواحد اهلاوي كده كده ما اتمنوش حتى في اي حاجه لواحد اهلاوي. ما اتمناكش ان انت تبقى بتلعب على نهائي أو بطوله افريقيا مثلا والدوري لاخر ماتش. فانت احساسك ده بقى انت فاهم، ده هو الاحساس، ده هو الاحساس اللي مش عارف اوصله ده، فانت اكيد فاهمني. فربنا يكرمنا وان شاء الله العودة تبقى لينا، واللعيبة تقدم مباراة كويسة بإذن الله. السلام عليكم.